حاجه مهمه جدا بالنسبه لكم وبالنسبه لي وبالنسبه لاي مصري. خلاص؟ قبل اي حاجه هقول اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. النهارده احنا هنتكلم عن حبيبتنا مصر. هعرف لكم حاجه اسمها ما هو الغذاء الاستراتيجي. هو سلع غذائيه اساسيه التي يعتمد عليها الشعب لبقائه وتأمين أمن مصر القومي أو أي بلد قومي. يعني احنا بنتكلم في مصر، يبقى في مصر وهي عبارة عن القمح والرز والذرة، ده في مصر. ولسه امبارح رئيس الوزراء قايل عندنا كميات، بصوا بقى الحفل، آمنة للاستهلاك والغذاء في مصر. ولكن كمان في منها ما يصل الى سنه عندنا كفايه. فليه انا النهارده متعمده ان انا اقول كل الايجابيات اللي انتوا يمكن وبامانه بعد ما اخلص الندوه هتقولوا لي انتوا كنتوا تعرفوا الحاجات دي ولا لا؟ لا يا دكتور ربنا يبارك فيك. خلصنا الغذاء الاستراتيجي، وقد اوصى الرئيس على وجود الغذاء الاستراتيجي الكامل للوزاره والباقي كل الناس. وتم تخصيص 18 مليون جنيه في خانه التضامن الاجتماعي. انتوا عارفين في حاجه اسمها تكافل وكرامه، في حاجه اسمها حياه كريمه، وفي حاجات كتير. هو اتخصص 18 مليون جنيه مصري في الخانه دي. ايه هو بقى الصمت الاستراتيجي؟ احنا اتكلمنا عن الغذاء الاستراتيجي. ايه هو الصمت الاستراتيجي وليه انا جبت الكلمه دي النهارده؟ انا جبت التعريف بتاعها زي ما احنا متعودين من جوجل، بمعنى ان انا ما درستش اقتصاد ولا درست سياسه، فلما اولي الامر مننا يقولوا ما تتكلموش ما نتكلمش. ليه بقى؟ كل برافو، واطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم، في الخير ولا في الشر؟ في الخير. لان اللي احنا شايفينه ان الكلمه دي هتطلع ممكن تتنقل وتتحول الى اشاعات مضره بمصر او غير مصر. ده واقع حصل في منطقه عندنا هي دمياط، واكيد انتوا عارفين اللي حصل. لا تعليق خالص من الشعب، في انتظار تعليق الايه اللي هم مسؤولين عن الاعلام القومي. وحتى خليني معاكم فرضا ما جابوش سيره، هم ادرى، ما ننكش ما نطلعش كلام ملوش لازمه. فالصمت الاستراتيجي هو الامتناع المتعمد ومحسوب عن الكلام، يستخدم كأداة تواصل لتحقيق هدف محدد. اللي هيتكلم ده هو له هدف احنا ما نعرفوش، فعشان كده بقول لا للاشاعات لا للتشكيك. المره اللي فاتت جبت لكم تشكيك في ايه؟ في الاكل. احنا هنا بقى النهارده بنقول الصمت الاستراتيجي. فهمنا؟ حاجه بقى جميله مكمله، لان انا قلت المصريين دول مفيش زيهم، يتقبلوا كل شيء وبيتفاعلوا معاه وما عندهمش حاجه اسمها جموديه، عندهم مرونه. وذكرت لكم في الموضوع ده ان هم ممكن يتقبلوا حاجه ما كانتش موجوده قبل كده. في هذا النسق انا بقول لكم ان في زراعه للتين الشوكي عشان يغطي السوق المحلي ويغطي التصدير. ده قلت تصدير يبقى احسن حاجه هتتكون واحسن حاجه هتتعمل، وخصوصا ان التين الشوكي ده مش محتاج ميه، بالعكس ده الميه مش كويسه عشان. وبعدين متحدد لنا في مزارع في الشرقيه قريه المنير زرع ارضه كلها تين شوكي. هو ذكي، المناخ ده برافو عليه، مش عايز ميه. برافو،
وكمان الارض مش هتطلب كل شويه ميه. ايوه وبعدين في حاجه بين كل خط زرع وزرع 6 متر، يعني فعلا هو محتاج المساحه دي كلها عشان تتزرع. جميل. من مميزات التين الشوكي ان هو لما بيبقى طاب خلاص بيبقى لها وضع معين، فبتقول للمزارع تعالى خلاص خد. تعالى خد، مم. تعالى خد. خلاص استوى. ده يخلينا نقول حاجتين: تحيا مصر تحيا مصر وشعب مصر. وشعب مصر. احنا شعب مصر، الحمد لله. احنا مش قبائل. الحمد لله. القبائل هي اللي الناس بتوقع ما بينهم مم. وتكسر وحدتهم. الحمد ربنا وشكره الحمد إن لله. مصر هي على شعب أمين. بلد شعب أمين. بكل الاطياف اللي فيها، شعب بلد أمين. شعب بلد واحد. أمين. فانا حبيت اقول لكم بس ان المزارع ده شغل دماغه وزرع التين الشوكي. ايوه هنقول فوائد التين الشوكي واقصى كميه الناس تاكلها كام وليه. التينه الشوكيه الصفراء ب5 جنيه. 5 جنيه. اقصى كميه اي بني ادم ياكلها هي 2. اه. بمعنى انا لو اشتريت واحده ب5 جنيه وقطعتها 4 ارباع هستفيد ايه بقى يا دكتوره معاذ؟ هستفيد اللي هقوله: بتحسن الهضم لما بها من الياف. ده كلام كده؟ لا. 5.4 جرام في الكوبايه. الكوبايه دي هيبقى فيها 2 مم. المسموح بيهم اللي احنا قلنا ده. اه. طب انا بقى ما عنديش 10 جنيه اشتري البتاع ده، هشتري التين الشوكي واحده مم. بس هي تكون من اللون الاصفر عشان هي بتبقى محلونه زياده.